وفي هذه اللحظات التي نتحدث فيها هناك مناورات متشددة في مواجهة تونس لكي تعترف غدا أو بعد غد حتى تعطى لها المساعدات من طرف الجزائر، لدرجة أن موريتانيا تخضع يوميا لضغوط متوالية لجذبها نحو الجزائر ولإقامة مغرب عربي دون المغرب. هذه مخططات يحاك لها في الخفاء والكثيرون لا يدركون نواياها. يعني تصوروا فقط قبل بضعة أيام وزير الصناعات الغذائية الجزائري كان يوجه التهديد. ولكننا نذكر جميعا أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم جرت مياه كثيرة تحت الجسر ووقعت تطورات وتحولات، وأظن صادقا أن تلك التحولات كانت في مجموعها وفي جلها لصالح قضيتنا الوطنية، قضية الوحدة الترابية. أقول هذا عن قناعة كاملة، لأنه فقط عندما نتذكر كيف أن تحولا جذريا عرفه هذا الملف بمناسبة إقرار الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء، هذا في حد ذاته كان بمثابة انقلاب جذري على مستوى التفاعلات الدولية. بطبيعة الحال هذا الحدث لم يكن منعزلا عندما فتح ممر القرقرات، وهذه نقطة حاسمة في الصراع بين المغرب والجزائر، لأنها كانت تريد أن تصل من هناك إلى المحيط الأطلسي بطريقتها الخاصة، وكانوا ينقلون صورا لبعض مقاتلي البوليزاريو وهم يتسربون إلى جانب البحر لعلهم يجدون موقعا لهم هناك. هذه التطورات كانت لها أهميتها الكبرى، وبالتالي لا يتسع المقام لجرد كل هذه التطورات، ولكن أقول إننا في تعاملنا مع هذا الملف بالأساس علينا أن ننظر إلى المجتمع الدولي في صورته الحديثة التي أصبح من خلالها شبيها بالقرية الشمولية. هو مجتمع يقوم على عدة فاعلين، هناك الدول، هناك المنظمات الدولية الحكومية، هناك المنظمات الغير الحكومية، هناك الرأي العام العالمي، وهناك الإنسان. وعندما نتحدث عن الإنسان لا ينبغي أن نغفل أن الكائن البشري لم يعد كما كان عليه في الماضي، شخص تحسم حياته من ولادته إلى وفاته داخل الدولة التي يعيش في أحضانها. صحيح أن الدولة تمنح لمواطنيها شهادة الميلاد، ولكن تصنعهم وتؤطرهم وتؤثثهم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك علينا أن نحترف اليوم بأن هناك ما يسمى بالمواطن العالمي، الذي علينا عندما نتوجه إلى الدول وإلى المنظمات الدولية أن نعتبره جزءا أساسيا في الخطاب. ولهذا السبب بالذات أقول وباختصار بأن توجهنا إلى الدول هو الآخر ينبغي أن يكون مرتبطا بوضعيتها وتأثيرها وقوتها. هناك تصنيفات عديدة للدول في هذا الرقعة العالمية بالتأكيد. اليوم يمكننا أن نقول بأن هناك طائفة من الدول تستحق تسمية سوبر باور أو الدولة الممتازة أو الدولة الأعظم. هناك الدول العظمى يقول الأمريكيون جريت باورز، هناك البلدان أو الدول المتوسطة، هناك الدول الصغيرة، لكن هناك حتى الدول المجهرية، تلك البلدان التي رغم ضآلة حجمها لكنها مجموعة لها نفس الصوت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة كباقي الدول الكبرى، بل إن حتى حجم الدولة ووزنها لم يعد كما كان عليه في الماضي. اليابان كانت تعتبر قزما عسكريا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لكنها كانت دائما عملاقا اقتصاديا. هناك دويلات صغيرة مثلا قطر نظمت كأس العالم، وقبل ذلك امتلكت الجزيرة التي أصبحت صوتا يعج بآثاره حتى في قلب الولايات المتحدة. وبالتالي علينا عندما نفكر في بلدنا أن نضع استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع المجتمع الدولي وفي إطار سياستنا الخارجية بالنسبة لقضية الوحدة الوطنية والترابية، أن نفكر بكل هذه المجالات وبكل هذه التداعيات ونتوجه إلى الجميع كل وفق المجال الذي يخصه. ولذلك أقول بأن هذا التعامل يرتبط من جهة أخرى بما تقوم عليه استراتيجية الطرف الآخر، استراتيجية الخصم. علينا أن ندرك مكامنها ونقط ضعفها وأن نستطيع الجواب على كل التحديات التي تطرحها. أقول هذا بكل يقين لأنه اليوم يمكننا أن نعترف بأن الخصم الوحيد الذي يوجد اليوم في المعترك الدولي ضد المغرب هو النظام الجزائري.
ولا أقول الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري كافح ضد الاستعمار. الشعب الجزائري حمل راية التآخي والتضامن مع المغرب، لأنه علم جيدا أن من ناصره في حربه ضد الاستعمار كان هو الشعب المغربي. الشعب الجزائري كذلك خاض معارك دامية. السنوات العشر العجاف التي عاشتها الجزائر بمناسبة تلك الحرب الخطيرة التي شنتها المخابرات والمؤسسة العسكرية، وفقد فيها مئات الآلاف من القتلى والجرحى. الشعب الجزائري خاض كذلك معركة الحراك الشعبي الذي استمر عدة سنين. اليوم هناك محاولة دنيئة لإعادة تأطير الشعب الجزائري بطريقة أخرى. عندما سمعنا بعض الصيحات في ملاعب كرة القدم، وعندما رأينا حفيد مانديلا يلقي ذلك الخطاب البئيس، كنا ندرك أن اللعبة تسير في أطوار جد متقدمة، وبالتالي علينا أن ندرك أننا أمام خصم لا يتوفر على المبادئ الأساسية للفرسان، بل يحارب بطريقة عشواء، طريقة جهنمية. وقوة هذا الخصم لا تكمن في قدراته الفكرية أو في ذكائه، لكنها تكمن فقط فيما يمتلكه من بترول وما يمتلكه من غاز. لا أزال أذكر في أواخر السبعينات القرن الماضي كنت كتبت في صحيفة وكانت في المانشيت ووصلت إلى أعلى المستويات أن عندما وكلما ارتفع سعر البترول زادت عدوانية النظام الجزائري. وكانت هذه الكلمات قد وصلت إلى كل المسؤولين في بلادنا. اليوم لم يعد الأمر مقتصرا على البترول. ما يحدث في أوكرانيا بين روسيا والغرب هذا كذلك يدخل في هذا المجال، وبالتالي علينا أن ننظر إلى قوة الخصم بهذه الطريقة وبهذا الشكل. إعداد العدة للمواجهة، ولا يتسع الوقت للدخول في التفاصيل، وهو عندما نفكر في ماهية وسائل العمل. ووسيلة العمل المثلى هي الدبلوماسية بالتأكيد. بطبيعة الحال الدبلوماسية هي نوع من الحرب كذلك، ولكنها بطرق أخرى. والدبلوماسية لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها الدبلوماسية التقليدية أو الرسمية. ينبغي أن ندخل أو ننظر إليها بعنصريها المركزيين، الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية. ولن أدخل في التفاصيل كذلك، ربما الدبلوماسية الموازية كموضوع في حد ذاته يتطلب محاضرات لعدة ساعات، ولكن أقول إن الاندماج والتنسيق والتعاون المطلق بين المحورين شيء أساسي لنجاح كل دبلوماسية فاعلة. وهذا ما دفعني قبل بضعة سنين إلى أن أتقدم بمقترح متواضع يتجه من جهة نحو إنشاء خلية للتنسيق قد توجد في وزارة الخارجية أو الوزارة الأولى أو في أي مركز آخر، يكون هدفها ضبط نشاط الدبلوماسية الرسمية مع الفاعلين المركزيين في هذه الدبلوماسية الموازية. ونبدأ مثلا بالبرلمانيين، بالأحزاب السياسية، بالفاعلين الاقتصاديين، بالجامعيين، بممثلي المجتمعات المدنية، بالرياضيين. أطياف الدبلوماسية الموازية لا حدود لها، وكل منها يشتغل في إطار ما يتوفر عليه من مكونات وما يمكن أن يحدثه من نتائج. وكنت أقول دائما ربما هذه الفكرة قد لا تقتصر على خلية موازية، بل يمكن أن تكون في شكل مجلس وطني للدبلوماسية. لقد وضعنا لكل أنظمة بلادنا مجالس وطنية للتنسيق والتحاور والتشاور وتقديم المقترحات. لما لا نقوم بنفس الشيء بالنسبة للدبلوماسية ما دامت قضيتنا المركزية والأولى هي قضية وحدتنا الترابية؟ ما هو المعنى والدلالة الأساسية لمثل هذا التطور؟ معناها ودلالتها تكمن أساسا في أن مثل هذا الإطار للتعاون سيمكننا من أن نضع خريطة طريق متكاملة نسند لكل منها الوجهة التي سيتبعها. وهذه الوجهة لا ينبغي أن تكون بكيفية عشوائية أو مجانية، ينبغي أن تكون منضبطة وفق دفاتر التحملات، وأن تكون وسائل العمل محددة، والاستحقاقات الزمنية موضحة، ومحاسبة النتائج بعد العودة إلى لجان التنسيق كذلك متوفرة. لقد عشت عشرات السنين في حوارات ضمن مؤتمرات دولية كبرى وبسائر اللغات ومختلف الدول، ولاحظت أن ما ينقص دبلوماسية موازية هو هذا التنسيق. في قلب بلدنا يمكن أن نخوض كل الصراعات بخصوص القضايا الوطنية والداخلية، ونناقش بعضنا البعض وقد نتهجم على بعضنا البعض، ولكن مجرد ما
نتجاوز الحدود الوطنية، علينا أن نكون كرجل واحد وعلى قلب رجل واحد. وهذه هي العملة الأساسية لنجاح كل قضية وطنية في المعتركات الدولية. أقول هذا لأن القضايا الأساسية في الحوار الذي سنجريه مع الآخر ينبغي أن تركز بالأساس على تلك النقط الجوهرية التي يعتبر الآخرون أنهم يحققون فيها سبق السبق في مواجهة مع دبلوماسيتنا. ونعطيكم مثال صغير أول أو جوج الأمثلة فقط لأن الوقت لا يتسع. المثال الأول وهو مسألة تقرير المصير. على كل منا كبرلمانيين ومدبري مؤسسات عندما ننطلق إلى الخارج للحوار أن لا نغفل هذا الجانب، بل ينبغي أن نواجه فيه الطرف الآخر، لأنه مسألة تقرير المصير تتخذ كوسيلة للطعن في المغرب، وخاصة فيما يأتي الموضوع المتعلق بالاستفتاء. أولا بالنسبة لتقرير المصير لدينا كل الحجج القوية التي تؤكد أولا أن الأغلبية الساحقة من سكان الصحراء توجد تحت السيادة المغربية وفي مواطنها، وأن أولئك الموجودين في تندوف هم نسبة ضئيلة ممن ينتمون أصلا إلى الصحراء. وهناك الإحصاء الإسباني الذي تركته إسبانيا منذ مغادرتها الإقليم يمكن أن يشكل نقطة الفصل في تحديد مرجعية هؤلاء ووجودهم. لا يعقل أن يجتمع في منطقة ما المشردون من مشاكل الجفاف والتصحر في قلب إفريقيا أو أولئك الذين طعنت بهم السلطات الجزائرية مخيمات تندوف ليتم الإحصاء، رغم أن هذا الإحصاء غير موجود، ولكن ليقال هؤلاء هم ما يسمى بين قوسين بالشعب الصحراوي. هذه نقطة أولى. ثم إذا ثبت أن هؤلاء أكثر من 90% من مواطني الصحراء يوجدون في إقليم المغرب وتحت السيادة المغربية، هذا معناه من جهة أخرى أن تلك الاستحقاقات التي مر بها هؤلاء منذ استرجاع الإقليم إلى اليوم هي استحقاقات تؤكد أولا المشاركة القوية في هذه الاستحقاقات، سواء جهوية أو محلية أو برلمانية إلى آخره أو استفتائية إلى آخره. ربما الإحصاءات الموجودة تؤكد، وهذا ينبغي أن يضاف في المنتديات الدولية، هي أعلى من نسبة المشاركة حتى في أقاليم الداخل المغربي، وهذه كذلك نقطة جد مهمة. لكن أكثر من هذا وذاك عندما نأتي إلى مسألة الاستفتاء الذي يطرح قال لا بديل إلى الاستفتاء. أولا علينا أن نتمسك بأن المغرب عندما استرجع أقاليمه كان ذلك في إطار تقرير المصير فعلا، لأنه منذ سنة 1956 والمغرب يسترجع أقاليمه المغتصبة بكيفية تدريجية وليس كباقي الدول، لأنه احتل من طرف أكثر من جهة استعمارية. وبالتالي عندما يقال لجنة 24 لجنة تصفية الاستعمار، هذه اللجنة التي أسستها الأمم المتحدة بخلال قرار للجمعية العامة أعتقد سنة 1961، كان المغرب بعد 3 سنوات فقط من تأسيسها هو الذي يضع الملف الذي يضم في آن واحد إقليم سيدي إفني الذي ما يكون قد يسترجع قبل من طرف إسبانيا، وكذلك إقليم الصحراء. وبطبيعة الحال كان قبل ذلك قد استرجع إقليم طرفايا سنة 59، ثم إقليم إفني في إطار الحوار مع إسبانيا وبنفس المنطق وهو في لجنة تصفية الاستعمار سنة 1969، ثم بطبيعة الحال استرجع الصحراء عند توقيع اتفاقية مدريد، وهو توجه تدرجي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في كل حوار بهذا الخصوص. ثم عندما تطرح قضية الاستفتاء، يعني بطبيعة الحال عندما نرجع إلى تاريخ تقديم هذا الملف سنجد أن المغرب هو الذي اقترح في نيروبي أمام منظمة الوحدة الإفريقية إجراء استفتاء في الإقليم. لكن عندما تقوم هذه المنظمة الإقليمية التي كانت ترعاه المغرب ويقبل أن يشارك في الاستفتاء من خلالها، عندما تقوم بناعشية وضحاها بالاعتراف بالبوليزاريو ليس كحركة ولكن اعتباره كدولة وتعتبره كدولة في كيانها، مسألة الاستفتاء لم تعد مقبولة من طرف مثل هذه المنظمة وهي الوحدة الإفريقية. ومرة أخرى عندما جاءت الأمم المتحدة لتأخذ الملف وطرحت قضية الاستفتاء مرة أخرى، قبل المغرب ووقع الاتفاق العسكري الأول والثاني وضبطت كل الأشياء. لكن كما تلاحظون أن الوضعية صافي انتهى الوقت، غادي ندير بيني وبينكم اتفاق شحال تعطيوني ديال الوقت باش إما، لأن أنا شخصيا ما نكذبش عليكم، أنا كانت عندي نية أنه غادي نتناولوا على الأقل واحد 45 دقيقة، لأن كاين عدة مراحل خصنا نقطعوها قبل أن نصل إلى الخلاصات والنتائج. فإذا سمحتوا واحد 10 دقائق على الأقل باش يمكن لي نستوفي على الأقل ما أريد قوله بالأساس. أنا سمعت دي كلمة سير مشجع أساسي في كأس العالم كانت عندها آثار قوية جدا. سأحاول الاختصار كيفما كان الحال. أقول بأن هذا النوع من التنسيق إذا كان سيشمل هذه القضية، قضية الاستفتاء بكل اختصار، أقول بأن مسألة الاستفتاء حتى
حتى عندما نرجع إلى أدبيات الأمم المتحدة. بكل اختصار ما بين 64 ملف كان مطروح على الأمم المتحدة، 3 ملفات فقط هي التي تم حسمها عن طريق الاستفتاء. الملف الذي يتعلق بناميبيا أعتقد 92، الملف الذي يتعلق كذلك بتيمور الشرقية ثم ناميبيا ثم السودان. باقي الملفات الأخرى كلها حسمت بطرق أخرى. وحتى كلمة الاستفتاء أرجوكم أن ترجعوا مع أي كان، سواء إلى ميثاق الأمم المتحدة أو القرار 1514 سنة 1960 الذي هو شرعة تقرير المصير، والقرارات الأخرى الموالية، ستجدون أن لا وجود لكلمة الاستفتاء. الاستفتاء ابتدع كطريقة للوصول إلى نتيجة، إذا كانت وسائل أخرى ستوصل إليها فلا مجال لتطبيقها على الإطلاق. وبالتالي المغرب لم يرفض الاستفتاء، ولكنه ليس ملزما بتطبيق الاستفتاء. حتى نكون واضحين، إذن من سيتناول الكلمة باسم المغرب في أي مرجع دولي له من القوة ومن الصرامة ومن وسائل العمل ما يصل بالنتائج المرجوة. لو دخلت في بعض التفاصيل التي وقعت هنا في المغرب بيني وبين سفير جنوب إفريقيا وبحضور مستشارة رئيس جنوب إفريقيا، واستمرت مناقشات من 6 مساء إلى ما بعد منتصف الليل، سوف تلاحظون أن أشياء كثيرة تجري تحت الجسر بالفعل، ولكن للأسف لا تكون المواكبة في المستوى المطلوب. الآن وباختصار شديد كذلك أقول التركيز على القضايا الأساسية، سوف أسحب من ملفي باقي القضايا الأخرى التي كنت سأتناولها، وأكتفي بالإشارة إلى علاقتنا الآن مع الدول الأساسية في الموضوع. الولايات المتحدة اليوم كان هناك تخوف حقيقي، وأنا شخصيا عشت هذا الهاجس حتى في علاقتي مع الأمريكيين في عدة مؤتمرات، أن إدارة بايدن عندما ستأتي إلى السلطة ستغير ما ذهبت إليه إدارة ترامب، ولكن هذا لم يحصل منذ اليوم الأول، لأن لائحة القرارات التي اتخذ بايدن موقفه بخصوصها كانت قد حددت في البداية في 15 قرار يتعلق منها بقضية السور الذي بني معا إلى آخره إلى آخره، قضية الحالمين الدريمرز الذين كانوا يقصون إلى آخره، بينما لم يذكر هذا الملف. والآن يمكن أن نقول بأنه سواء كانت إدارة الديمقراطيين أو إدارة الجمهوريين هذا الملف سيعرف تطورات حاسمة، لأن النظام الجزائري أخطأ بطريقة أخرى، ذهب إلى البحث في سياسة المحاور للزاكس والتحالفات، لأنه ظهر في الأفق أن روسيا بصدد التفكير في بناء قاعدة عسكرية بالجزائر. فقط قبل بضعة أيام نيويورك دايلي نيوز وميدل إيست مونيتورز كتبتا، ولا أعتقد أن هؤلاء صحف لها وزنها لا تتحدث من فراغ، أشاروا إلى أن رئيس بايدن استدعى وزير الدفاع أوستن وطلب منه بشكل استعجالي أن يمارس كل الضغوط داخل البنتاغون للإسراع بإنشاء قاعدة صناعية عسكرية قوية في المغرب في أقرب الآجال. هذه أشياء مهمة، ولكن للأسف تدخلنا فيما كنا نتهرب منه دائما، هو أن نقع في عالم المحاور والتحالفات.